السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك اوردر كله، اللهم بارك جبيرات. الخامة دي خامة جبير، وطبعا قماش قطن او قماش مصرية طبعا، او قماش عياشي بالنسبة للقماش السادة اللي انت بتحبي تشتغلي فيه، او العميل اللي يطلبه منك. تمام. ده طبعا الاوردر دوت معظمه كان اطفال. اللهم بارك، انا بحب اعمل مقاساتي كبيرة. يعني حتى بصي ده طقم اطفال، اللهم بارك، مفروش على السرير الكبير. ما شاء الله. طبعا انا عايزه اقول لك ان الجبير كل نوع، يعني طبعا يعني كل لون هتلاقيه النقشه مختلفه غير التاني. والنقشه يعني بتخليكي اصلا يعني تحكمك انت هتعمليها ازاي. فطبعا انا كل طقم اتعمل غير التاني، لان الجبير في جبير ممكن يتقص ويطلع معاكي الوردة مظبوطة، وممكن لا. فطبعا بالنسبة للطقم الاوف وايت ده، كان في طبعا برضو الرسمة جاية مش مظبوطة. فطبعا رحت خيطته زي الذهبي ده برضو، طبعا كده زي البيج ده. طبعا خيطت الوردة جاية في نص، يعني فصلت الوردة كده زي تمانيات وايه، وخيطته. طبعا أنا هنا كل موديل غير التاني. انا بوريكم صور في الاول، وهمسك طقم طقم هقول لكم عملت فيه ايه. ده طبعا برضو بالنسبة للطقم ده كان جوبير اصلا. يعني الناحيتين مختلفين، الجنبين مختلفين. نيجي بقى اول حاجة للطقم الجوبير ده. طبعا ما شاء الله الوردة اللي فيه بارزة وما شاء الله تقيلة. تمام. فطبعا كان صعب ان انا اقص يعني اللي هي ال50 سنتي الارتفاع الكورنيش، واعملها بحرف زي ما انتوا شايفين كده بحرف الكورنيش اللي من تحت. فطبعا لا، عملت الكورنيش في الملاية وخيطت عليها الجبير. وطبعا انا يعني عملت التمانيات دي يعني هي متخيطه فيها، يعني مش مش الوردات اللي فوق السرير دي لوحدها، لا دي مع يعني مع الكورنيش اصلا الجبير اللي من تحت. تمام. فكنت بخيط الوردة واجي ما بين الوردة والوردة اعمل كرانيش كده صغيرة. تمام. فطبعا النقشة نفسها كانت حكماني. بص اللهم بارك، الحمد لله يعني طلع جميل. طبعا هتشوفوا الاشكال التانية مختلفة. تمام. بالنسبة بقى للكورنيش، انا في العادي كنت بقص لل... للسريرين، كل سرير يعني كل ملاية متر للكورنيش يعني لوحده. فطبعا لا، انا عشان خاطر يعني الجبير ده غالي اصلا، فيعني لازم كنت اقلل التكلفة شوية. فقصيت متر ونص، طبعا كتير شغالين ما شاء الله كده منكم، متر ونص للملايتين. وقصيتهم ايه 50 50 50، وقصيتهم للملايتين. تمام. طبعا عشان توفري في القماش شوية. وبالنسبة في العادي انت هتقصيها مثلا لسرير 120، هتقصيه ايه 160 سنتي قرص السرير. تمام كده. بس انا طبعا بالنسبة لي كبرت عملتها 170 سنتي. تمام. نيجي بقى للموديل ده. الموديل ده طبعا اتعمل منه شكلين، بس هو كان جوبير واحد. يعني الجوبير كان شكل واحد. طبعا التاجر قال لي الكنارين مختلفين، فلازم تعملي منه طقمين. فالحمد لله هو كان مطلوب مني طقمين ساعتها. فعملت بقى كل كنار بطقم. تمام كده. يعني اشتريت الجوبير على اساس ايه طقمين. طبعا انا بالنسبه لي الجوبير الطقم الواحد اخد 4 مني وربع، فاشتريت ساعتها 8 ونص تقريبا، وعملت الطقمين. طبعا دوت كان كنار حتى انا هوريكم التاني كان كنار مختلف. طبعا القطعة اللي هي من فوق على السرير دي، طبعا دي بتيجي من النص، فبتقصيها. وطبعا انا حاطه فل، او انت بقى ايه براحتك، اي جبير انت شايفاه هيناسب معاكي استخدميه. تمام. وطبعا هو اصلا الطقم ده كان مطلوب 2 كوشن و2 خدادية، ما كانش فيه مخدات. بصي ده الكنار التاني، بصي مختلف ازاي، مع انه كان واحد. ما ينفعش ابدا تجيبي الجبير ده لطقم واحد، فلازما هتجيبيه لطقمين عشان خاطر هيهدر معاكي. ومش هينفع ان انتي توصلي والكلام ده، الشكلين فعلا مختلفين. ورغم ان هي توب واحد، بس الكنارين
مختلفين. طبعا احنا متعودين لما بيكون في جوبير او ساري بيبقوا الجنبين زي بعض، فبتظبطي الطقم على اساس ان الجنبين زي بعض، لكن ده فعلا كان الجوبير مختلف. اللي ساعدني انه انا عملت طقمين، كان مطلوب ساعتها طقمين. تمام. وبرده كان عملته نفس التفصيله، وساعدني ان انا اقصه عادي. طبعا بقى هنا بقى الساري، طبعا انتوا شفتوا في البدايه صور الساري وصور الجوبير وايه تاني، وبرده الورده الطايره، في طقم برده الورده الطايره، اصبروا معايا ان شاء الله هوريه لكم، وفي اطقم كمان جوبير تاني ان شاء الله تعجبكم. طبعا لطلب الاوردرات في سايبه لكم في اول لا اله الا الله، في اول الفيديو الرقم، وبرده اسيبه في صندوق الوصف واول تعليق، وبرده جروب الواتس برده وايه والتليجرام. تمام. برضو ده كان طقم برضو اطفال، برضو اللهم بارك، برضو عامله ورث السرير كبير. انا مهم جدا المقاسات تبقى كبيره عندي، يعني انا بحب ان انا اكون مختلفه عن السوق عامه، مقاساتي تكون كبيره، يعني عشان خاطر يعني التفصيل ده مش زي الجاهز، التفصيل دوت لازم يبقى انت حاجتك مميزه. وفعلا لما تيجي يعني تفرش على السرير ال 120 ما شاء الله بيبقى مغطي كمان المرتبه من تحت. فمعظم العملاء عندي حابين النظام ده، ان هم عايزين الاطقم تكون كبيره. نيجي بقى ده اللي اسمه الورده الطايره. طبعا هنا اللون الازرق مع اللبني. تمام. وممكن لو عملتيه مع الازرق برضو هيبقى حلو، بس بصراحه اللبني هنا يعني مفتحه. انا عايزه اقولك ان الصوره يعني برضو ظلماه، هو على الطبيعه كان منور جدا، اللهم بارك على السرير. تمام. بالنسبة بقى للوردة الطايرة دي، طبعا الألوان كان في بداية الفيديو الصورة، يعني في يعني اللون الواحد فيه ما شاء الله كذا لون، فما شاء الله أصلا ألوانه جميلة جدا، ويعني تحفة كمان يعني حتى في التفصيل. وممكن طبعا تغيروا طريقة التفصيل، مش لازم تعملوا نفس التفصيل اللي أنا عاملاه، لا ممكن تفننوا براحتكم يعني. تمام. وبرضه هرجع اقول اللي طلب الاوردرات في على رقم الواتس. تمام. هوريكم برضو هنا صورة الوردة الطايرة، برضو بصوا الوانها جميلة جدا، تحفة. يعني بقى انتي بقى فنني بقى مع الالوان دي بقى، مع قماش بقى القماش السادة. تمام. نيجي بقى للجوبير التاني، ما شاء الله بقى الوان الجوبير كمان ما شاء الله والله جميلة. وده الوان الساري. يا رب أكون أفدتكم، دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.